هاروت وماروت. اختلف الكتير في حقيقة هاروت وماروت. في ناس قالت إنهم ملكين نزلوا في بابل، والله عز وجل أنزل فيهم شهوة الإنسان ففتنتهم واحدة في البلد دي، ولما حصل كده ربنا عاقبهم عقوبة في الدنيا. والست دي أخدت منهم علم اللي هو علم كيفية الصعود إلى السماء، يعني تقول بعض الكلام فتصعد للسماء. فلما قالت بعض الكلام ده وصعدت للسماء مسخت كوكب الزهرة الموجود حاليا. لكن القصة دي مش صحيحة وما فيهاش أي سند وكلها مختلقة. أمال إيه هي القصة الحقيقية؟ قبل ما نبدأ قصتنا بنطلب منكم طلب بسيط، تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة. لصحبتي أزكى السلام تحية، حي الصحابة وخيرة الخلان. زي ما عارفين إن اليهود كانوا بيأذوا النبي بكل الطرق، وكمان طعنوا في سيدنا جبريل وميكائيل وافتروا عليهم وقالوا فيهم أقاويل مش موجودة. فربنا عز وجل قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اليهود زعموا إن جبريل وميكائيل هم اللي نزلوا السحر في بابل. طبعا عارفين إن نبي الله سيدنا سليمان ربنا سخر له الجن والإنس والوحش والطير والريح وشيء عظيم. وذكر ابن عباس إن سيدنا سليمان كان له كاتب بيكتب له كل شيء اسمه آصف، وكان بيكتب له الاسم الأعظم الذي يعرفه سليمان. وبعض العلوم الشرعية والدينية كان سيدنا سليمان بيكتبها ويدفنها تحت كرسي. الشياطين ما كانتش في الوقت ده تقدر تقرب من كرسي سيدنا سليمان أبدا في حياته، فإذا اقتربت احترقت مباشرة. بعد زمن الناس اعتقدوا أن سيدنا سليمان قد مات. عرفوا أنه هو مات لأنه هو كان متكئ على عصا، فدودة الأرض أكلت العصا فخر سيدنا سليمان على الأرض، سقط على الأرض. في الوقت ده الجن عرفوا إن سيدنا سليمان مات ودخلوا القصر وفضلوا يفتشوا لغاية ما لقيوا تحت كرسيه الكتب فطلعوها. ربنا عز وجل قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الآية دي فيها إبطال لاعتقاد بعض الناس أن الجن يعلمون الغيب. لو كانوا عارفين الغيب كان المفروض عرفوا أن سيدنا سليمان مات، لكن هم ما عرفوش غير لما خر على الأرض. المهم الجن طلعوا الكتب الشرعية والدينية واللي فيها اسم الله الأعظم وكل حاجة تعلمها سيدنا سليمان. طلعوا الكتب دي ودخلوا فيها السحر والكفر. بين الأسطر بيكتبوا كلمات فيها سحر وكفر واستغاثة بغير الله. فالناس قرت الكتب ولقوا فيها السحر والكفر والشعوذة ودعاء غير الله. وقتها انتشر بين الناس ان سيدنا سليمان كان بيتعامل بالسحر، وان كل حاجة اتسخرت ليه كانت بفعل السحر والشعوذة. والكلام ده فضل منتشر وانتشر عند بني إسرائيل. فلما سيدنا محمد أخبر الناس بقصة نبي الله سيدنا سليمان، اليهود قالت إنه ساحر وكافر. فنزلت آية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. في أقاويل إن كلمة ما في ما أنزل على الملكين إن ما هنا مش موصولة ولكنها نافية، يعني ما أنزل على الملكين من سحر أو كفر، يعني ما أنزلش عليهم سحر أو كفر. وإن المقصود بالملكين هنا جبريل وميكائيل، يعني إن الآية فيها نفي إن سيدنا جبريل وميكائيل هم اللي نزلوا السحر. فهيكون معنى الآية نفي الكفر عن سيدنا سليمان ما كفر سليمان، وكمان نفي إنزال السحر أو الكفر على الملكين جبريل وميكائيل.
في أقوال بتقول إن ماروت وهاروت ملكين، ولكن الصحيح إنهم من الإنس أو الجن. الكلام ده بالتحديد كان في بابل بالعراق. السحر كان منتشر جدا في العراق. المهم هاروت وماروت دول كانوا بيعلموا الناس السحر، بس كانوا بيعرفوهم في الأول إنهم فتنة. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكانوا بيعرفوهم إنهم لو اتعلموا السحر يبقى كده خرجوا من الإسلام وكفروا بالله، لأن الساحر مستحيل إنه يبقى ساحر إلا بعد ما يكفر بالله عز وجل بأي طريقة بقى. منهم اللي بيبول على المصحف، ومنهم اللي بيضع عليه نجاسات، وغيرها من الطرق كتير. المهم الناس اتعلمت منهم التفرقة بين الأزواج، وده أعظم الأهداف عند السحرة وعند إبليس، لأن فيه فرقة للمجتمع. بس طبعا مفيش أي حاجة بتحصل إلا بأمر الله عز وجل، وده اللي المفروض إن احنا نكون مؤمنين بيه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الناس ما بتتعلمش منهم غير اللي بيضر فقط مش بينفع. ومش الساحر بس هو اللي بيكون كفر وخرج من الإسلام، لا كمان اللي بيروح عند الساحر علشان يطلب منه أي شيء بيكون برضو خرج من الإسلام. أتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا وعرفتوا معلومة جديدة.